صباحكم الخير يا شباب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ونتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه للجميع. اليوم رجعت لكم باش نحكيو على الجوله الثانيه من دوري مجموعات في دوري ابطال افريقيا، بالاخص مجموعه متاعنا الرابعه. ترجي الرياضي التونسي عاد بانتصار 2 من الجزائر ضد شباب بلوزداد بهدف مقابل صفر. انتصار هذا خلينا نأكدوا بداية طيبة، ويعطينا خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي، بما أنه المريخ والزمالك خرجوا متعادلين 0-0 في بنغازي نهار الجمعة. خلينا نتصدروا المجموعة الرابعة ب6 نقاط، ورانا شباب بلوزداد ب3 نقاط، والمريخ والزمالك كل واحد منهم عندهم نقطة فقط. قبل ما نحكيو عن المباراة ما تنساوش كما العادة تعملوا كومنتير وجيم وبارتاج وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات باش يوصلكم جديد. كما قلت ترجي الرياضي التونسي عاد بانتصار 2 من الجزائر ضد خصم عنيد كما شباب بلوزداد. انتصار ما كانش سهل على خاطر عشنا صعوبات والغسارات خلال ردهات المباراة، لكن بفضل خبرة الحمد الهوني اللي عمل فريق في المقابلة هذه بتسجيله هدف عالمي بساق اليسار يحطها في الزاوية متاع 90. زاد كيف بعض اللاعبية اللي كانوا زاد بالروح وبالعزيمة وبالخبر نتاعهم عرفوا كيفاش يتعاملوا في المقابلة هذه. ونقول زاد برافو للمدرب نبيل معلول اللي عمل كوتشينج ناجح باش خلى المباراة تتبدل، وبرافو زاد للجماهير الترجي اللي تحولت بعدد كبيرة أكثر من 8000 متفرج من أجل مؤازرة الجمعية. لكن زاد برافو عليكم على مستوى الانضباط متاعكم، على خاطر الكاف راهي كما العادة قاعدة تستنى فينا وردورة بأقل غلطة. راهو المقابلة جاية في رادس ضد الزمالك تكون بدون حضور الجمهور. خلنا نعطيكم تشكيلة الترجي الرياضي التونسي اللي اعتمد عليها مدرب نبيل معلول. رسم تكتيكي كان 4-3-3، في حراسة المرمى معز بن شرفية، رباعي دفاع متكون كل من رائد بوشنيبة على اليمين، وعلى اليسار محمد امين بن حميده، ومع ثنائي المحور متكون كل من ياسين رياح ومحمد امين توغاي. بالنسبة إلى ثلاثي خط وسط ميدان متكون كل من فوسيني كوليبالي كلاعب سنتينيل معه غيلان شعليلي ومحمد علي برمضان. أما بالنسبة إلى الثلاثي الهجوم متكون كل من حمد الهوني أنيس البدري وقدامهم رياض بن عياد. خلينا نبداو بالتحليل المباراة بالأخص الشوط الأول. الشوط الأول كان شوط سيء بالنسبة لنا، عشنا فيها صعوبات والغسارات بما أنه شباب بلوزداد كان أفضل منا فنيا وتكتيكيا. كلاونا في الوسط ميدان نتاعهم بالاندفاع نتاعهم، وزاد كيف على مستوى الهجوم قلقونا برشا، من بينهم لاعبنا المعار الإيوالا اللي سبب لنا المشاكل بالسرعه نتاعو بالمهارات نتاعو الفرديه في العمق وزاد كيف في الاطراف. الوسط الميدان نتاعهم زاد كانوا ممتازين على مستوى التمريرات وراء ظهر الدفاع. خلقوا بعض الفرص منهم فرصتين مهمين، لكن الحمد لله يعني تعديت السلامات، من بينهم محمد امين بن حميده اللي فسخ هدف محقق على الخط النهائي المرمى، وزاد كيف معز بن شريفيه اللي لعب دور هام في المقابله ذي يفسخ هدف محقق بعد موقع ممتاز من ايوالا، لكن معز كان موجود. بالنسبه للدفاع نتاعنا صحيح ثم بعض الاخطاء، لكن كانوا ممتازين على مستوى الانضباط، من بينهم ديو ياسين رياح ومحمد امين توغاي كانوا ممتازين على مستوى التغطيه وعلى مستوى الكرات الهوائيه. شفناهم الزوز هذوما كانوا ممتازين زاد على مستوى امتصاص الضغط نتاع الخصم والخروج بالكره بشكل ممتاز. بالنسبه الى رائد بوشنيبه ومحمد امين بن حميده، محمد بن امين بن حميده اللي قدم مقابله كبيره دفاعيا وهجوميا. زاد كيف رائد بوشنيبه رغم اللي ما عندوش الخبره في المسابقه هذه المباراه الثانيه على التوالي يقدم في اداء ممتاز على مستوى الدفاعي، وبالاخص في مستوى عمليه الخروج بالكره اللي معظمهم كانت صحيحه. بالنسبه للمسانده الهجوميه كان ممتاز، لكن انيس البدري اللي كان سيء برشا بدنيا ما كانش يساند برشا في رائد بوشنيبه. انيس البدري
شفنا منه برشا ديشيات تكنيك، يفتقد السرعه، كل كرة تجيه يخسرها. ما شفناهوش زاد عمل ضغط كبير على الدفاع الخصم. زاد كيف كيف رياض بن عياد كل كرة تجيه يخسرها على خاطر لي بلاسمون نتاعو كلهم غالطين، وخاصة في لي دويل ان كونتر ان زاد كيف كيف خسرهم. لكن حمدو الهوني وحده ما ينجم يعمل حتى شيء. حمدو الهوني بصراحة عجبني على مستوى البدني على مستوى الفني، لكن ما ثماش شكون يساندو في الهجوم على خاطر وسط الميدان نتاعنا زاد ما قامش بالمهام نتاعو على مستوى المسانده الهجوميه. كل تمريره تكون خاطئه من بينهم غيرين شعليلي وخاصه محمد علي بن رمضان اللي كانوا في الشوط الاول سيئين على مستوى المسانده الهجوميه، لكن على مستوى التغطيه والافتكاك الكره كانوا ممتازين، لازمنا نعطيو حقهم في هذه. وفوسيني كوليبالي اللي رزن برشا لوسط الميدان سورتو على خاطر كل كره تجي يخسرها، معظم التمريرات نتاعو تكون خاطئه في اللينجواج في الاندفاع بدني ما كانش موجود حتى طرف، على خاطر الوسط الميدان نتاع البلوزداد كليوه ماكله بالاندفاع بدني وبالضغط العالي. لكن في الشوط الاول خرجنا سلامات، كنا نجموا على الاقل الشوط الاول نخرجوا متاخرين 2 بلاش. بالنسبه للشوط الثاني شباب بلوزداد كان افضل منا في البدايه، خلق فرصتين او 3 فرص، من بينهم فرصه اخرى هامه بالالطاف اللي ضربت على القايم، وفرصه اخرى بعد خروج خاطئ من معز بن شريفيه امام ايوالا، لكن بالالطاف اللي محمد امين توقاي كان موجود ينقذ الموقف. زاد جاتهم فرصه اخرى في الكره الثابته، لكن جات معز بن شريفيه جاته كره سهله في يديه. لكن بعد الفرص اللي جاتهم شباب بلوزداد نبيل معلول بدا يفيق في مخه، بدا يخمم في التغييرات، على خاطر التغييرات لازم تكون في وقتهم، على خاطر ثم بعض اللاعبيه بصراحه كانوا سئيم المفروض يتم تبديلهم كيما انيس البدري وخاصه رياض بن عياد. كان تغييرهم الزوز منطقي، دخلوا في بلاصتهم معتز زدام ومحمد علي بن حموده، هذوما الزوز ملي دخلوا اعطاو البلوس، غيروا الوجه نتاع الفريق، بالاخص معتز زدام اللي جاء اليمين اعطى اكثر فريشور في الهجوم وفي الدفاع، بالاخص الوسط الميدان نتاعنا تحسن وقت كي تخلى بمعتز زدام. زاد كيف محمد علي بن حموده زاد وقت كي دخل حسن في القدام، وزاد كيف وقت كي دخل قلق برشا الدفاع بلوزداد بالسرعه نتاعو في لي زابيل دو بال على الانترفال. شفناه محمد علي بن حموده قام بدور تكتيكي ممتاز، نشوفوا فيه في العمق، يعرف كيف يشد الكره، يعرف وقتاش يعطي التمريره في بلاصتها، لانه محمد علي بن حموده كان هو المصدر الهدف الاول. زاد كيف الوسط الميدان نتاعنا تحسن اكثر، غايلين شعليل ومحمد علي بن رمضان شفناهم ساندوا بالكدا الهجوم، معظم التمريرات كانت صحيحه، بالاخص غايلين شعليلي اللي اعطى التمريره في الطبق لمحمد علي بن حموده، اللي علي بن حموده كسر عمليه التسلل، لكن لا غالب معناتها ضيع هدف محقق راس مع الحارس. لكن جات دقيقه مهمه اللي هي دقيقه 78، حمدو الهوني تمكن من تسجيل هدف الاول، هدف عالمي بعيد من منطقه 20 متر، وبعد تمريره من طبق من محمد علي بن حموده اللي يرجع للتغطيه الدفاعيه. حمدو الهوني الهدف نتاعو اللي سجله اذا كان بالهدف اللي ماركاه محمد علي بن رمضان ضد نفس المنافس عام 2020 في ملعب رادس، هدف هذايا اعطانا شحنه معنويه. الهدف هذايا خلى نبيل معلول يفكر في تغيير اخر، يدخل حسام دقدوق ويخرج محمد علي بن رمضان باش على الاقل نجريو نتيجه المباراه، ونجحنا في هذايا. حسام دقدوق اللي اعطى اضافه كي دخل على مستوى جانب الدفاعي، وزاد كيف عرفنا كيفاش نجاريو المباراة بفضل تركيز عالي من اللاعبية. لين بلوزداد ما شفناهوش عمل ردة فعل وخلق فرص في الدقائق الأخرانية، لكن عرفنا كيفاش نتعاملوا في رديات المقابلة رغم اللي عشنا صعوبات وعشنا غثرات، لكن بفضل الروح والعزيمة خبرة ملاعبية. وايضا زاد نقول برافو نبيل معلول على الكوتشينج نتاعك نجح باش خلينا نخرجوا منتصرين. ان شاء الله الفيديو هذا يعجبكم، كما العاده ما تنساوش تعملوا كومنتير وجيمو بارتاج وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات باش يوصلكم جديد. اما تمش نقول لكم في الامان، ترجع دوله وقوتنا في وحدتنا.